السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. سنة 2020 واحد السيدة اسمها ألفونسينا من نيجيريا سبق لها ولدات 6 ديال الأطفال اللي كانوا كلهم بصحة جيدة وما عندهم حتى شي عيب خلقي، وحتى العائلة ديالها والعائلة ديال الزوج ديالها نفس الشيء، ما عندهم حتى شي أطفال اللي كيعانيوا من شي إعاقة أو من شي عيب خلقي. لكن ألفونسينا ملي حبلات بالطفل السابع كان الأمر غريب وعجيب. هاد القصة وقعت لألفونسينا قبل بسنة، يعني قبل ما تولد الطفل ديالها السابع. ألفونسينا والزوج ديالها سمعوا بواحد المشعوذ اللي خطير ومعروف بزاف عندهم. هاد المشعوذ كيقولوا بأنه ممكن يدير لك شي سحر أو تعويذات اللي بإمكانها ممكن تحدد انت بنفسك نوع الجنين اللي باغي. فعلا ألفونسينا والزوج ديالها التجأوا لهذا الساحر الخطير، ومن بعد بحبلات كانت كتمشي عند الأطباء باش تحدد وتشوف صحة الجنين، لكن كل الأطباء ما قدروش يحدوا النوع ديال الجنين وحتى التفاصيل ديال الوجه ديالو. وهنا جميع الدكاترة اللي مشات عندهم قالوا لها بأن الجنين يلي في كرشها واللي حاملة به غادي يكون ماشي طبيعي وغادي يكون كيعاني من تشوهات خلقية. المهم ألفونسينا دوزات 9 شهور ديال الحمل ديالها، ونهار الولادة غادي تفاجأ بأنها ولدات ماعز أو جنين على شكل ماعز بجميع التفاصيل ديالو. لكن الغريب في الأمر قبل ب4 سنين من الحادثة اللي وقعت لألفونسينا، يعني في 2016، واحد السيدة من نيجيريا وقع لها نفس الشيء اللي وقع مع ألفونسينا. هاد السيدة النيجيرية كان عندها مشكل في الإنجاب، وسمعت بأنه كاين واحد المركز أو واحد الجمعية اللي كتساعد النساء اللي عندهم مشكل في الإنجاب. فهاد السيدة مشات لهاد المركز أو لهاد الجمعية، ومن بعد 3 شهور فعلا لقات راسها حاملة. ونفس الشيء وقع مع هاد السيدة في الفترة ديال الحمل ديالها. الدكاترة ما عرفوش يحدوا نوع الجنين وحتى الملامح والتفاصيل ديال الجسم ديالو. لكن هاد السيدة ملي جا يوم الولادة ديالها وولدت الجنين ديالها، كان الجنين فعلا غريب. النصف ديالو كان على شكل جنين متكامل، يعني على شكل طفل، أما الوجه ديالو فكان على شكل معز. فهنا بدات كتطلع أقاويل وإشاعات بأن هاد الجمعية أو هاد المركز هما السبب في هاد الشيء اللي كيوقع للنساء ديال ديك المنطقة، يعني كيستعنوا بالسحر والجن باش النساء ديال ديك المنطقة يتمكنوا أنهم يحبلوا. وهذا هو السبب اللي كيجعل هاد الجنين أو هاد الطفل ملي كيتزاد غير طبيعي. لكن الحكاية والقصة ديال ألفونسينا كانت متغيرة شوية، لأنها فعلا ولدات معزة أو ماعز كامل متكامل. والقصة ديالها كتشبه لواحد القصة وقعات في الهند، لكن بالعكس، بحيث في واحد المنطقة في الهند واحد المعزة ولدات جنين على شكل إنسان، يعني على شكل بيبي أو طفل صغير. لكن الحالة ديال ألفونسينا اللي التجأت للسحر والشعوذة كتبقى هي الأغرب واللي ما عندها حتى شي تفسير. وهنا كنكون وصلنا للنهاية ديال القصة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش فضلا وليس أمرا الاشتراك واللايك والبارتاج مع الأصدقاء والأهل والأحباب، وشكرا جزيلا على المشاهدة. إلى اللقاء.